السر مش في كمية المية، السر في طريقة شربها. ناس كتير بتحاول تشرب مية بس للأسف بيشربوا المية بطريقة غلط. أكتر خطأ ممكن نكون بنعمله هي إننا نشرب مية ساقعة. ما تستغربش يا صديقي، المية الساقعة ممكن تكون بتحسسك بالانتعاش اللحظي، بس للأسف بتتعب المعدة وممكن تسبب لك صداع، ده غير إن هي بتتعب الأسنان الحساسة. حاول يا صديقي تبدأ بتغيير بسيط جدا، وهي إنك تشرب مية بدرجة حرارة الغرفة. جسمنا هيمتصها أفضل وهنشرب كمية أكتر بكتير من غير ما نتعب الجسم. ولو فكرنا في المية كطاقة بتدخل الجسم، فلازم جدا نهتم بالوعاء اللي بيشيلها. زمان كانوا أجدادنا بيشربوا المية في كوبايات نحاس، وده ليه فوائد كتير جدا، زي إن النحاس بيقتل البكتيريا وبيدعم الغدد وبيحسن عملية الهضم، وزي القلل بتاعت زمان اللي كان فيها فخار، وده ليه فوائد كتير جدا، زي إن هي بتبرد المية وبتصفي الشوائب. وخلي بالك المية مش سباق، شرب المية بسرعة بيضغط على الجسم وبيقلل استفادة جسمنا منها. فخد وقتك يا صديقي وانت بتشرب، وخلي جسمك يرتوي بوعي. وحاول يا صديقي تتنفس بين كل بق مية والتاني، وحس بترطيب كل خلية في جسمك. حاول يا صديقي لمدة أسبوع تشرب المية بوعي. اكتب لنا في الكومنتات حسيت بفرق عامل ازاي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.